مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين. نحن اليوم معكم ببرنامج خاص سنتمحور فيه حول انتفاضات أهالي مقاطعة تل أبيض المحتلة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته. أيضا سنناقش حول اتفاقيات فيما بين الدول، وسنناقش الأزمة في ليبيا، إضافة إلى هجمات دولة الاحتلال التركي على قرى تل أبيض وعين عيسى. بداية نرحب بضيوفنا الكرام، قيادي في مجلس تل أبيض العسكري الرفيق أبو خلف، وقيادة مجلس تل أبيض العسكري مجد الشبلي. نرحب بك رفيق أبو خلف. بداية، منذ طيلة سنة احتلال التركي يسيطر على مدينة تل أبيض، حيث يقوم بانتهاكات بحق الأهالي مثل النهب وسرق ممتلكات الأهالي، حيث قام عديد من أهالي مقاطعة تل أبيض المحتلة من قبل دولة تركيا بانتفاضات ضد دولة الاحتلال التركي ومرتزقته. أنتم كمجلس تل أبيض العسكري كيف ترون هذه المسألة؟ بداية مرحبا بكم وبأهلنا المشاهدين على قناتكم. بالنسبة لأهالي منطقة تل أبيض، هو عبارة عن مكونات الشعبنة من عرب وكرد وتركمان وأرمن، هم من أهالي هذه المنطقة، من أهل هذا التراب. فشعبنا بالأساس لا يقبل بالاحتلال التركي ولا غير الاحتلال التركي، فانفرضت عليه الاحتلال لأراضيه، فقامت تركيا المحتلة والمرتزقة التي جلبتهم إلى مناطقنا بانتهاك بحق الإنسان والإنسانية بكل أنواعها، من سرقة وخطف وتشليح ونهب مرتزقات شعبنا في تل أبيض ورأس العين. فالشعب لن يقبل بالاحتلال كمضمون، ولن يقبل بالمرتزقة الذين أتوا من هم بالأساس للأسف من شعبنا السوريين، ولكن كانوا ينتمون إلى فصائل إسلامية وكانوا مطلوبين للشعب. فسابقا قاموا بالنهب والسرقة وتعذيب الناس بأسامي فصائل إسلامية متعددة، ولقد احتوتهم تركيا وجلبتهم مرة أخرى حتى يقوموا بانتهاك بحق الإنسان والإنسانية. فشعبنا يلاحظ ويشاهد، ونحن أيضا نرى ونشاهد الأعمال الذي يقوم بها الاحتلال التركي والمرتزقة بكل أنواعه من تعذيب وتهجير وخطف وسلب ونهب خيرات هذه البلد. فلقد شاهدنا تظاهرات ضد الاحتلال من شعبنا في تل أبيض من عدة مكانات، العلي باجلية وعين العاروس وتل أبيض، ضد الاحتلال التركي ومرتزقته. وفي الأيام الماضية رأينا الخلافات بين الفصائل المدعومة من تركيا التي هي بالأساس مرتزقة، مثل الفيلق المجد وأحرار الشرقية، فقاموا بالاقتتال، مما أدى أيضا لإصابة المواطنين المدنية العزل. نعم، نطرح السؤال الثاني لك رفيق مجد الشبلي. دولة الاحتلال التركي قامت بالسيطرة احتلال جغرافية كثيرة من أراضي السورية، ورغم هذا تقوم بفرض قوانين على الأهالي في مناطق تل أبيض وقراها، من حيث فرض قانون كقانون الليرة التركية وقانون تغيير الثقافة وتغيير الديموغرافي. برأيكم ما هو هدف دولة تركيا من هذه الانتهاكات؟ يعني بعد ما سيطرت الاحتلال التركي والمرتزقة على منطقة تل أبيض وبعد سرقة المحاصيل الزراعية للأهالي وبيوت الأهالي أهالينا في منطقة تل أبيض، قاموا بفرض يعني التعامل بالعملة التركية داخل منطقة تل أبيض وريفها ورأس العين، وقاموا بالتنقيب عن الآثار لعدة أهداف، يعني مشان يلاقوا دليل بالآثار هاي انه شيء للاحتلال العثماني من 400 سنة، انه شيء دليل يدل على تواجد الدولة التركية في هذه المناطق. يعني وبعد هالشيء، يعني بعد الاهالي ما كشفوا انه الاحتلال التركي والمرتزقة هذول
يعني كانوا مسمينها لما اجوا انه نبع السلام، يعني الاهالي يعني عرفوا انه جيتهم هاي كانت نبع الارهاب يعني، وقاموا بخروج عده مظاهرات ضد هذا الاحتلال التركي والمرتزقه. نعم، تحدثت حول هذا الموضوع، ولكن يجب كيف أن يكونوا أهالي تل أبيض المقيمين الآن في قرى تل أبيض ومقيمين تحت احتلال التركي؟ يعني نقول الآن في منطقة تل أبيض يعني لازم يكونوا صف واحد، إيد واحدة، العشائر جميع المكونات، عرب وكرد وأرمن وسريان، يعني لازم يكونوا إيد واحدة وصف واحد، وينتفضوا ضد الاحتلال التركي والمرتزقة، ويناشدوا يعني دول العالم يعني والأمم المتحدة بالتدخل فورا ضد هذا الاحتلال والانتهاكات ضد أهالينا في منطقة تل أبيض. نعم، الرفيق أبو خلف، بعدما احتلت دولة الاحتلال التركي مدينة تل أبيض، هل سكان الذين مقيمين في مدينة تل أبيض أصبحوا يفارقون بين نظام إدارة الذاتية ودولة الاحتلال التركي؟ وهل لهذا السبب قاموا بانتفاضات ضد دولة الاحتلال التركي ومرتزقته؟ نعم، بكل تأكيد. الجواب أنت قلتيه، فشعبنا اللي كان موجود من الإدارة الذاتية هم أبناء هذا الشعب، فكان أمان بالمنطقة، والإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية بشكل عام قامت بداية بتخليص أهلنا من داعش والإرهاب اللي كان متواجد في المنطقة. والإدارة الذاتية قامت بإدارة المنطقة بكل شفافية وإعطاء كل إنسان حقه، وقامت بخدمة الأهالي، ومنها تعبيد الطرق وترميم المنازل اللي هدت من خلال الحرب. فأكيد حاليا وأنا متأكد أنه الشعب كله يريد يرجعوا ضمن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا. نعم، تحدثت لنا عن هذا الموضوع، ولكن بعد اتفاقيات فيما بين الدول روسيا وتركيا وأمريكا، ولكن يستمر هجوم دولة تركيا على مناطق أرياف عين عيسى وخاصة على الطريق الدولي، فما هدف دولة تركيا بعد هذه الاتفاقات؟ نحن نلاحظ صمت دولي ونلاحظ صمت من أمريكا ومن روسيا، فتقوم تركيا يوميا بالانتهاكات على بعد طريق الإم4 4 بسقوط قذائف وصواريخ تهدد أمن المنطقة بشكل عام. فتركيا تريد توسيع رقعة الاحتلال العثماني، فلن تهدأ، ونحن ننظر في صمت دولي باتجاه شعبنا وأهلنا. نعم، رفيق مجد الشبلي، منذ مدة طويلة نرى بأن المرتزقة الموجودين لدى الدولة التركية يقاتلون بعضهم البعض على أموال وسرق ممتلكات الأهالي، ولكن دولة تركيا تقوم بوعودهم لكي تسلموا أراضي المحتلة لهذه المرتزقة. ما هي المعلومات لديكم حول هذا الموضوع؟ اللي يسمون حالهم يعني جيش حر اجوا مع الاحتلال التركي، واللي ساعدوه على احتلال مناطقهم، يعني أراضي سورية، هم سوريين وعم يساعدوا الاحتلال التركي على احتلال أراضيهم، يعني يوميا أو أسبوعيا أو شهريا عم يحصل بيناتهم اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والأسلحة المتوسطة، بسبب يعني تقاسم السرقات والغنائم، يعني وصار يعني مشان هالشيء يعني راح ضحايا من المدنيين، وعم يخطفوا مدنيين وعم يشلحوا المدنيين، يعني والشعب هسه عن منطقة تل أبيض يعني مو حابهم، يعني بدي اياهم يطلعوا، بدي اياهم يروحوا بأي طريقة، يعني عم يناشد قوات سوريا الديمقراطية للتدخل تخليصهم مثل ما خلصنا أهالينا في منطقة تل أبيض والرقة ودير الزور ومنبج من تنظيم داعش الإرهابي. كمان رجعوا مرة ثانية أهالينا عم يناشدونا أنه نخلصهم من الاحتلال التركي والمرتزقة اللي معه.
نعم رفيق أبو خلف، تحدث لنا الرفيق مجد الشبلي حول الأوضاع الأخيرة في هذه المنطقة، ولكن متعلقا بهذا الموضوع الآن نلاحظ اختلافات بين الدولة الروسية والنظام السوري وتركيا في إدلب. ما رأيكم حول هذا الموضوع؟ تم. نحن نرى أنه في خلاف واضح بين الجانب السوري، النظام السوري، والجانب الروسي والتركي. فعم بنلاحظ انه في تخلي مبدئيا من روسيا عن النظام السوري من حيث الاعلام، ففي تقلب بالوضع السياسي، فالنظام السوري يريد استرجاع المناطق اللي سيطرت عليها تركيا، ولكن الدور الروسي له ايضا اتفاقيات مع تركيا. ففي تضارب اللي عم بنشوفه نحن اللي عم بنشوفه بالاتفاق. نعم رفيق مجد، تركيا نعلم بأن هدفها ليس احتلال أراضي سوريا فقط، بل هي حربها على أراضي ليبيا وعراق أيضا. ماذا تحاورون حول هذا الموضوع؟ اليوم هدف تركيا هي احتلال مزيد من المناطق مشان يعني يزيد اقتصادها. يعني ليش عم يهجموا على المناطق، على سوريا، على العراق، على ليبيا؟ شو لهم بالمناطق بالدول هاي؟ يعني مشان ينهبوا خيرات البلدان، يعني من نفط، من يعني المحاصيل الزراعية، يعني من السرقات معامل البلدان هاي. يعني سرقوا نص معامل سوريا بحلب، يعني وهلا بليبيا كمان عم يسرقوا النفط الليبي، وكمان بالعراق يعني بدهم كمان يسرقوا النفط العراقي. يعني هاي مصلحة تركيا بالدول اللي فايتة عليها واللي عم تحاربها هي والمرتزقة معها. نعم، هجوم الدولة التركية على ذلك الدول مثل العراق وليبيا، هل سيكون لها تأثير على مناطق الشمال وشرق سوريا؟ يعني كل منطقة لها تأثير، يعني إذا انسحبت من المناطق هذيك أكيد يعني راح تنسحب من مناطقنا. الرفيق أبو خلف، إذ قامت الدولة التركية مرة أخرى بالهجوم على هذه المناطق وخاصة مناطق إقليم الفرات، كيف سيكون ردكم وما نداءكم للشعب؟ نحن لن نقف صامتين حتى إذا قدمنا كلنا شهداء من أجل الأرض والإنسان والإنسانية. فنحن نناشد مجلس الأمن ونناشد كل الدول الصديقة أن تقف بوجه آلية العدوان، آلية الاحتلال العثماني ضد شعبنا في شمال وشرق سوريا وحتى في ليبيا. نعم، شكرا لك القائد لمجلس تل أبيض العسكري الرفيق أبو خلف، وقيادة مجلس تل أبيض العسكري مجد الشبلي. نعم أعزائي المشاهدين، وهكذا وصلنا إلى ختام برنامجنا الخاص. دمتم بخير.